وإزاء هذا طالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان اليوم طالب بإصدار أوامر ومراسيم تبيح استعمال جميع الوسائل الردعية من أجل وضع حد للفوضى وتجاوز القانون، وذلك على خلفية الأعمال التخريبية التي جدت مؤخرا بعدد من مناطق البلاد. وجاء في نص البيان أيضا أنه إثر الأعمال التخريبية التي قامت بها مجموعات إرهابية في مختلف ولايات الجمهورية حسب وصف البيان، ومنها سيدي بوزيد والكاف والقيروان وسوسة والزهرة وجندوبة، والتي استهدفت المقرات الأمنية والأمنيين والمقرات الحكومية والإدارية والمحلات التجارية والنزل، فإن الاتحاد يؤكد تمسكه بتكوين أمن جمهوري محايد ومستقل، ويدعو المجلس الوطني التأسيسي إلى التنصيص ضمن الدستور على مجلة لقوات الأمن الداخلي. كما حمل الاتحاد الوطني مسؤولية هذه الأحداث إلى أصحاب القرار السياسي الذين اتخذوا حسب نص البيان مواقف سلبية جعلت من الجهاز الأمني في موقف ضعف ومدافع أمام الهجمة الإجرامية بتعلة انتظار التعليمات أو سياسة ضبط النفس. ولمزيد